ضمن ريال مدريد يفوز على نادي أوساسونا بنتيجة 4-0 يتصدر الدوري الإسباني. جود بيلينغهام شو هاللعب هاد. اليوم هدفين في مباراة أساسونا، ما فعله بيلينغهام بعمر 20 سنة وبمواليد 2003 مع ريال مدريد هذا الموسم. خلال 10 مباريات فقط سجل ضد نابولي وصنع، سجل ضد ايضا في دوري ابطال ضد نادي برلين، وسجل ضد بلباو، وسجل هدفين ضد الماريا وصنع، وسجل ايضا ضد نادي سيلتا فيجو، وسجل ضد ختافي، وسجل ضد جيرونا، وسجل ضد اوساسونا. اليوم على تقييم في الفريق بالدوري وهداف الفريق بالأبطال، نجم الشهر بالفريق ونجم الشهر بالفريق هو جود بيلينغهام، الأكثر مساهمة، الأكثر تسجيل، الأكثر صناعة. وجود بيلينغهام في ريال مدريد خلال 10 مباريات ساهم ب 12 هدف، خلال 10 مباريات ساهم في 8 مباريات فقط، في مرتين لم يساهم فيها هو اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، وكل هذا بعمر 20 عام فقط للإنجليزي جود بيلينغهام. اليونايتد برومنتادا تاريخية على نادي برينكفورد بالنتيجة 2-1 ينتصر على نادي برينكفورد. اليونايتد حتى الدقيقة 90 كان خسران بنتيجة 1-0 من نادي برينكفورد، وفي الدقيقة 87 دخل اللاعب الإنجليزي ماكتوميني بديلا للاعب المغربي أمرادد وقلب النتيجة بهدفين تاريخيين للاعب الإنجليزي ماكتوميني، واليونايتد يخرج من مباراة صعبة جدا على اليونايتد، كانت بانتصار ثمين جدا. وبهذا السيناريو قد يكون نقطة تحول في المباريات المقبلة لليونايتد، ويكون الصحوة في الموسم الحالي وأيضا في الدوري الإنجليزي وأيضا في الدوري الأبطال. أما عن نادي توتنهام يتصدر الدوري الإنجليزي بعد انتصار ب10 لاعبين على نادي لوب تاون. تعادل السيتي وأرسنال غدا يضمن بقاء سبيرز. توتنهام في صدارة طوال التوقف الدولي والاستمرار في صدارة نادي توتنهام. توتنهام يقدم موسم لحد الآن جيد وممتاز مع المدرب الأسترالي. لحد الآن توتنهام متصدر الدوري الإنجليزي، وننتظر قمة غدا التي تجمع بين السيتي وأرسنال لنحكم على المتصدر النهائي قبل التوقف الدولي في العالم.